السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة جايبين مع بعض فيديو هنعمل مع بعض إن شاء الله. النهاردة هنسوي فراخ ستريبس وبانيه في قلاية النوتري كوك، في سلسلة الفيديوهات اللي كنا عملناها للقلاية ديت. وإن شاء الله هنشوف كده مع بعض تسوية الفراخ النهاردة هتبقى عاملة إزاي في القلاية بأمر الله برشة زيت قليلة. بس كالعادة في بداية الفيديو هطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تضغطوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا، وتشوفوا سلسلة الفيديوهات الخاصة بقلاية نوتري كوك، القلاية الممتازة جدا جدا والقلاية الكبيرة واللي ما شاء الله فيها امكانيات عظيمة جدا وامكانيات ممتازة. طبعا زي ما قلت كده من خلال المقدمة ان احنا النهاردة ان شاء الله جايبين مع بعض فراخ متبله، ستريبس وبانيه زي ما احنا شايفين كده. والفراخ زي ما انتم شايفين كده تبلناها واتسابت يوم كامل في التتبيله بتاعه الفراخ، وعن طريق بقى الفيجيتار زي ما احنا شفناه كده عملنا بيه الفراخ وسبتها بعد ما حطينا الفيجيتار. وهي دي بس عشان الفراخ تبقى مقرمشه وتبقى طعمها حلو، هي كلمه السر في الموضوع كله ان احنا نسيبها ترتاح بس. يعني بعد ما احنا نبدا ان احنا نعملها بالفيجيتار لازم نسيب الفراخ تهدى خالص، عشان تقدر بس ان هي تاخد الطبقه الخارجيه عشان تبقى كريسبي. نسيبها شويه في الفيجيتار زي ما انتم شايفين كده من خلال الفيديو. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان شاء الله باذن الله هو ان انا هرش بس رشه زيت صغيره من ازازه الزيت البخاخ علشان بس ما تتحرقش معايا الفراخ، وبرشه زيت بسيطه جدا. وممكن كمان بستخدم الفرشه عشان افرد الزيت على قطعه الفراخ، وبعد كده نبدا ان احنا نحطها باذن الله على الارفف الموجوده عندنا ونرصها في القلايه ونبدا ان احنا نشغلها. على ما نعمل ده تعالوا بس في البدايه كده الاول نحط الفيشه بتاعه الكهرباء بتاعه القلايه. حطينا بس الفيشه بتاعه الكهرباء بتاعه القلايه نسخنها الاول كده، فنعمل لها بري هيت الاختيار دوت لمده 3 دقائق. ممكن نزوده شويه نخليه 5 دقائق بس القلايه تشتغل وتسخن، تبقى درجه السخونيه عاليه جوه بحيث ان هي ندوس ستارت بحيث ان هي تبقى جاهزه ان شاء الله باذن الله. نبدا لما نحط فيها الفراخ يبقى الفرن اوريدي ساخن ونشتغل على طول. طيب تعالوا دلوقتي نعمل بقى زي ما قلت لكم كده، ناخد الزيت نحطه على طبقه الفراخ وبعد كده نبدا نرصه ونبدا ان شاء الله اوريه لحضراتكم قبل ما ندخله في القلايه. خليكم معانا. طبعا بعد ما سخنت الفرن زي ما قلت لحضراتكم ال5 دقايق خلصوا والفرن كده جاهز. وزي ما قلت لحضراتكم كده بدأت ان انا اجيب الزيت، رشرشت بس شوية زيت كده من فوق على كل قطعة ومشيت بيه الفرشة، حاجة بسيطة خالص. الازازة زي ما هي لسه الازازة زي ما هي مليانة، فيا دوبك بس حاجة بسيطة كده من الزيت. وعلشان عشان بس ما يتحرقش معايا، لا عايزه يستوي يبقى مقرمش كمان، فيا دوبك بس بالفرشة مشيت كده الفرشه على كل طبقه من بره بحيث ان هي تبقى شكلها بالمنظر اللي قدام حضراتكم دوت، برضو عشان تبقى كريسبي ولما نيجي ناكلها ما نحسش ان هي ناشفه قوي. فعشان كده يعني حطينا شويه زيت بساط خالص من خلال الازازه البخاخ ديت ومشيناها بالفرشه. دلوقتي حالا هنبدا ان شاء الله ان احنا ندخلها بقى في الفرن. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم دي ستريبس بعظم، ودي بانيه مخلي مش فيه عظم خالص عشان نشوف برضو الفرق في السوا، وهنحطهم الاتنين مع بعض ان شاء الله ونشوف كده مع بعض هياخدوا وقت قد ايه. ونبقى مركزين طبعا في ان اعتقد ان البانيه هتستوي اسرع كتير من الستريبس اكيد طبعا. فتعالوا كده نشوف. بسم الله. المفروض الجزء الدائري بيبقى هو اللي جوه الاول. نخليه هو اللي هنا، او ممكن نخلي دوت هو اللي فوق لان السخونة هتبقى على الدرج اللي فوق هتبقى اعلى، فهنخلي دوت هو اللي يبقى فيه الطبق اللي فوق ونخلي البانيه تحت لان البانيه مش هياخد سوا كتير. ننزل البانيه في الدور اللي تحت وكده رصيناه اهو. طبعا انا ممكن ارفع كمان ممكن ارفع الستريبس فوق كمان دور، بس انا عايزها تبقى هنا علشان خاطر ما تتعرضش لسخونه مباشره، فنبص نلاقيها ان هي الوش بتاعها اتحرق وهي من جوه ما تكونش لسه استوت، فعشان كده فضلت ان انا اخليهم على الرفين اللي تحت. تعالوا بقى نقفل يلا كده ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا ان احنا نشغل. هنعمل زرار الستارت ونبدا نشوف احنا هنحتاج النهارده هنعمل مثلا
عندنا هنا في الاختيارات، طبعا دي كلها اختيارات وكنا قلنا قبل كده ووضحناها في فيديو منفصل كل اختيار فيهم عباره عن ايه. فاحنا هنقول مثلا النهارده لو احنا حطينا اختيار الفراخ، هو بيقول لي هنا 25 دقيقه، ماشي، احنا ممكن نزود 5 دقائق كمان نخليهم 30 دقيقة. وفي خلال ال 30 دقيقة كل مثلا 10 دقايق هفتح ابص اشوف الدنيا عامله ايه، واللي محتاج ان انا مثلا اقلبه او حاجه ممكن اقلبه، وممكن اقلب كمان الارفف دي مكان بعض على حسب ما اشوف التسويه تبقى عامله ازاي. يلا بينا نسمي الله كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ندوس ستارت. وهي كده خلاص اشتغلت، القلايه خلاص بدات تشتغل. وممكن كمان من هنا من خلال الزرار بتاع اللامب ممكن ان احنا نقيد نشوف الدنيا من جوه عامله ازاي. والقلايه فيها ميزه حلوه قوي وقلتها قبل كده كتير في الفيديوهات اللي قبل كده، ان ميزتها ان انا ممكن في اي لحظه افتح اغير او اعمل اي تعديل، وبعد كده بقفل البرنامج بيكمل عادي جدا، ما محتاجش ان انا اجيبه من الاول. ودي برضو حاجه من ضمن الحاجات الممتازه جدا في القلايه. طبعا ما شاء الله حجمها كبير جدا، فيها 3 ارفف، لكن برضو عشان اكون صادق ان التسويه ما بتبقاش واحده في ال3 ادوار. فعشان لو انت عاوز تخلي او حضرتك تخلي مثلا القلايه تاخدي منها احسن نتيجه، يفضل طبعا يكون درج واحد او درجين بالكتير. لو حطينا 3 ادراج هيبقى فيه درج دايما مش السوا فيه مش هيبقى قد كده. بس احنا لو عايزين نسخن فيه برضو ممكن نحط دورين نسوي فيهم، والدور الثالث نحط مثلا فيه عيش يسخن او حاجه، هتبقى ممتازه جدا كتسخين. لكن كسوا دورين كويس قوي، ولو درج واحد كمان يبقى افضل بالنسبه للقلايه. نسيبكم بقى ونرجع ان شاء الله باذن الله تعالى بعد كده مثلا 10 دقايق نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. خليكم معانا. ورجعنا تاني اهو لحضراتكم بعد ما فات من ال 30 دقيقه 14 دقيقه بالظبط. دلوقتي دي الدقيقه اهو ال 15 بالظبط، نص الوقت اللي احنا عملناه. ولو ايدنا اللمبه كده نشوف الدنيا جوه عامله ايه. طبعا مش محتاج اقول لكم ما شاء الله المنظر شكله عامل ازاي من هنا. طبعا لمسه الزيت اللي احنا عملناها بس للفراخ، فهي اللي هتديها اللمعه وهي اللي هتديها الطعم المقرمش اللي موجود زي ما قلت لحضراتكم كده. وعلى فكره احنا ممكن ما نحطش زيت خالص والفراخ هتستوي وهتبقى جميله جدا، وعملنا فيديوهات قبل كده كانت بدون ما نضيف زيت خالص وبتبقى جميله وتبقى طعمها حلو، لكنها بتبقى ناشفه. الزيت بيخليها بس تديها اللمعه وتديها كمان القرمشه اللي بتبقى موجوده في الستريبس اللي احنا بنجيبها من بره، وبتبقى جميله جدا زي اللي احنا بنجيبها من بره. تعالوا كده نفتح ونبص بصه من خلال الباب ونشوف كده مع بعض. فات اهو نص الوقت، تعالوا كده نفتح بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. طبعا يعني مش محتاج اقول لكم من خلال الفيديو اهو واضح. اوري لحضراتكم ما شاء الله. يعني بصوا منظر الفراخ عامل ازاي ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا جدا ما شاء الله، وشكلها مستوي ومتحمرها تحمير ممتاز جدا. ممكن كمان لو عايزين نبدل الارفف نبدلها ما شاء الله. يعني عايز اقول لكم الفراخ شكلها تحفه ما شاء الله، واعتقد باينه من خلال الفيديو اهو. بصوا حضراتكم ده شكل البانيه اهوت لما فتحنا نبص عليه برضو ما شاء الله. بصوا الحته اللي كنت بقول لكم عليها، الجزء اللي بنرش عليه رشه زيت او بنمشي عليه كده الفرشه عشان بس نلونه، بيبقى لونه عامل كده. بصوا بقى اللي ما بيبقاش واصل له زيت او بيبقى من غير زيت هيبقى شكله عامل زي الجزء ده كده، بيبقى ناشف. يعني بتبقى القطعه مستويه وطعمها جميل وكل حاجه بس بتبقى ناشفه. لكن رشه الزيت او التقليبه بس بتاعه الفرشه بتخلي القطعه نفسها تبقى متحمره وتبقى شكلها كمان زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. وطبعا مع اختلاف ان احنا نحطه فيه الزيت ونسويه في الزيت على البوتاجاز. وطبعا عارفين ان طبعا الزيت بيبقى خطر جدا بالنسبه لصحتنا، فاحنا بنقول اهو برشه بس صغيره، ومش بنقول لا، يعني بنقول لا هنحط زيت كتير قوي ولا هنمنع الزيت خالص، لا، حاجه ما بين البنين ما شاء الله بتخلي الاكل شكله ممتاز جدا وطعمه ان شاء الله كمان يبقى كويس جدا. خلونا يلا ندخل الفراخ تكمل عمليه السوا بتاعتها، ونسيبها ان شاء الله كمان ال 15 دقيقه اللي جايين دول، ونرجع كده ان شاء الله بعد ما نخلص اوري لحضراتكم النتيجه النهائيه للفراخ شكلها عامل ازاي باذن الله تعالى. خليكم معانا وتابعونا من خلال الفيديو. ودي كانت النتيجة بعد ما خلصنا ال 30 دقيقة كاملين. عايز اقول ان عند 25 دقيقة كان الفراخ كانت مستوية، كانت جميلة جدا، لكن ال5 دقايق الزيادة اللي احنا زودناهم دول علشان بس الفراخ تبقى متحمرة وتبقى شكلها زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني التحمير بتاعها ممتاز جدا، وزي ما قلت لحضراتكم رشة الزيت خلت الفراخ تبقى مقرمشة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وادي البانيه كمان ما شاء الله
حلوه جدا ومحمره ومستويه وممتازه جدا ما شاء الله. يمكن كمان الشكل انا بحاول اوريه لحضراتكم في الفيديو، بس هي على الحقيقه شكلها اجمل من كده بكتير. ما شاء الله الفراخ مستويه متحمره كويس جدا، والستريبس كمان ما شاء الله بصوا عامله ازاي، ما شاء الله ممتازه حلوه قوي واستوت ممتازه. والدبوس بتاعها شايفين ال 30 دقيقه كانوا كويسين جدا في التسويه، وده كان الشكل النهائي للفراخ بتاعتنا. وما شاء الله طعمها ممتاز وجميل جدا جدا. اتمنى طبعا تجربوها. واتعملت يعتبر بالظبط يعني نقول مثلا معلقتين زيت على الكميه اللي كانت موجوده قدامنا دي كلها. ان شاء الله تجربوها باذن الله تعالى وتقولوا لنا رايكم في التعليقات. ولحد كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما بنحاول نقدم لكم حاجه تساعدكم وتكون مفيده للجميع، وبنحاول دايما نقدم لكم محتوى يكون كويس على القناه عندنا. وكالعاده في نهايه الفيديو هطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتخشوا تشوفوا سلسله الفيديوهات الخاصه بالقلايه النوتري كوك. القلايه الكبيره جدا جدا واللي مميزاتها ما شاء الله ممتازه وتسويتها اكتر من رائع. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.